صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. طيب شغالين لسه طبعا في القطاع الصناعي بقى، زي ما قلنا يمكن في حلقاتنا قبل كده ديب اندستري بارك، وهنشكل حته الحديد دي ونخليها تعمل ازاي. من ضمن الشركات اللي عملت نجاح في مصر وقدرت ان هي تعمله في وقت قصير، احنا بنتكلم في 20 سنه، هي ابتدت من سنه 2004، هي شركه جاسكول. جاسكول دخلت شركه متخصصه، انا هعمل الوحدات بتاعه التبريد والتدفئه للشركات اللي بتشتغل في قطاع البترول. انت موجود في بريمه، تحتاج ميه ساقعه، تحتاج ميه سخنه في عمليات الحفر بتاعتك، سواء في الاوبريشن بتاعتك، في المحطات بتاعتك، وتفر من اللي انت محتاجه انا معاك. هي قاعده متخصصه للحته دي. كمان لما بدأت تشتغل المحطات دي في بدايتها، عشان تقدر تشتغل احيانا ببقى محتاج مصدر للطاقه يكون قريب مني. انا بطلع بترول، بس على فكره ما طلعتوش منه كيروسين، ولا طلعت منه بنزين ولا سولار عشان نشغل بيه المواتير فيجيب لنا كهرباء. فبدأت كمان تضيف للسيرفيسز بتاعتها محطات الطاقه المتجدده، فتروح لشركه البترول، انا اقدر ان انا اعمل لك تبريد وتكييف واعمل لك كمان محطه طاقه متجدده. انا اقدر اخدم عليكي في الحته دي في الموقع بتاعك اللي هو وات ايفر كان فين. حلو. شركه مصريه موجوده في مدينه نصر. طب عملت كده بس؟ لا، بدات كمان ان هي تشتغل وتصدر المنتجات بتاعتها الخاصه بالتبريد والتدفئه كمان للدول العربيه اللي حوالينا اللي هي بتشتغل في قطاع البترول. احنا عندنا دول كتيره حوالينا شغاله في البترول، لحد ما كمان بعد ما كانوا بيصدروا الامارات والقطر والسعوديه فتحوا كمان مقر لشركتهم في السعوديه. مش مجرد تصدير وبس، لا، ده انا عمقت وجودي في الاستثمار الاجنبي في دوله تانية، ان انا بقى عندي مصدر من الدخل بشكل اساسي في دوله تانية، مش قايم بس على شحن التصدير فقط لا غير. صباح الفل عليكم، وصباح باللي بيعمل قيمة مضافة، وكل ما بيوصل لمرحلة بيروح للمرحلة اللي بعديها. صباح الفل عليكم، وصباح صنع في مصر.